بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما. يا 300 مرحبا، يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هانم اتفضلي، اهلا وسهلا. حنان ازيك يا انا كويس. والدي. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي يحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما هربتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خبطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استأذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كام مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ادي احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استأذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده علم لبط تحت. على الله بس الاقي فرده كاوتش. مع السلامه يا بنتي، مع الف سلامه. شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا، وتفتك طالع لابوه. خالتي. اهلا يا زغلول. من غير اهلا، مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه، هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، ضمننا السفر. ايه ده؟ انت مسافرة؟ لا، رايحه بيت بابا. ان شاء الله زيارة ولا طوالي؟ ارجوك يا عزت، اسمعني مره واحده بقلبك وحكم عقلك. انا من يوم ما عرفتك وانا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي اتفضلي كلمني. عزت، انا اديتك كل حاجه في حياتي، ما بقاش فاضل حاجه تانية اديهالك. اعتقني لوجه الله، خليني اعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد الهنفوت اياه. انت عندك ستات كتير، لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك، لكن كل حاجه في حياته. يا خسارة يا خسارة، كده تسيبي عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا هسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي أنا أحب أسمعهم. أنا تحت أمرك. عمري ما هقولهم تاني، حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس الماتش هيبتدي من ساعة خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطنا تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت من الجوع. مش حراسة، لا، أنا هلعب الماتش ده بطريقة جديدة خالص. اعمل اللي يعجبك.